لو انت قللت من نفسك قصاد شخص وقللت من كرامتك وعايز ترجع كرامتك تاني ولا كأن حصل حاجة وتمسح كل اللي فات بأستيكة، شوف الفيديو ده. لو انت اتصلت بشخص كتير وما ردش عليك وبعتله رسائل وواتساب كتير وما ردش عليك وقللت من نفسك قصاده وعايز تعدل صورتك، عندك 4 خدع نفسية تختار منهم واحدة. أول واحدة، إنك هتبعت للشخص ده بعد كل الدوشة والزن بتاعك ده انت فين يا ابني، وتطلب منه أي مصلحة انت عايزها منه عشان يوصله ان كل زنك واتصالاتك دي عشان انت عايز منه الحاجة دي. ولازم تجيب حاجة هو يبقى متعود انك تطلبها منه عشان يبقى الموضوع محبوك، بلاش تبقى حافظ مش فاهم. يعني مثلا انا كنت محتاجة عربيتك ضروري اروح بيها مشوار، يعني حبكت الحاجة الوحيدة اللي بستفاد بيها منك وبتنفعني بيها تختفي وانا عايزها. وهنا انت خليت عقله يلف 180 درجة، لان الشخص اللي ما بيردش بالقصد بيبقى متخيل في عقله او عقله مصور له ان انت مكتئب من غيره وبتدور عليه وبتعيط ومتعلق بيه. فلما انت تبقى مصور له في دماغه البالونة دي كلها ومرة واحدة تفرقعها، هو كده نزل على مفيش وعرف انك عايزه في مصلحة، ويمكن كمان يتخيل انك معاه كل الفترة دي عشان مصلحة. الخدعة رقم 2، انك تقوله جملة بسيطة قوي تخليه يتجنن. هو انت بتردها لي يعني عشان ما بردش عليك كتير؟ ماشي يا عم. هنا انت عليت نفسك جدا، لان انت وضحت له ان انتوا الاتنين متساويين. في الاول انت كنت هنا لانك كنت بتكلمه ومش بيعبرك قاصد، لكن لما عرفته ان هو مش بيعبرك عشان انت كمان ما كنتش بتعبره، فبقيتوا انتوا الاتنين متساويين ومفيش حد اقل من التاني، والموضوع رايح جاي. الموضوع كله ممكن يتقلب في صفك لو انت شغلت عقلك شوية وعرفت الشخص اللي قدامك ان انت فاهم غلط. هو ده السر. انا فاهم ان انت بتردها لي عشان ما كنتش برد عليك، انا فاهم ان انت ما بتردش عليا عشان في الجيم او في الشغل. اديله المبرر اللي يعرفه ان انت عمرك ما هيجي في بالك ان هو ما بيردش عليك قاصد، لان هو عمره ما يقدر يعملها من كتر ما انت عالي وعارف قيمة نفسك. فانت مش متوقع يا عيني، وبعد ما تعمل ده ما تعبروش اصلا لانك خلاص رديت كرامتك، فما تبوظش اللي انت عملته. الخدعة رقم 3، انك هتقول للشخص ده حاجة تبين له ان انت بتطمن عليه عشان سمعت عنه حاجة وحشة. ده انا كنت في الجيم وسمعت صحابي بيقولوا ان انت نفسيتك مش كويسة او ان انت في حاجة. لو انت عامل ده عشان اخر مشكلة حصلت ما بيننا، انا مش في بالي خلاص، انا نسيت، يعني خلاص فكك وطمني عليك. الخدعة الاخيرة